السلام عليكم. مرحبا بكم معايا. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باذن الله نديروا حلوه يعني سريعه وسهله يعني ومعروفه ماشي يعني جديده، واللي هي بساط الريح. اليوم يعني هذا النوع من الحلوه عملت له تغيير بسيط بسيط. من بعد نشوفوا شو هو التغيير هذا. واش نحتاج لهذه الوصفه؟ عندي هنايا 8 حبات بيض، عندي هنايا كاس زيت، عندي هنايا كاس الا ربع نشا او مايزينا، عندي كاس سكر، عندي فانيليا هنايا، وعندي زوج خميرة الحلوى، زوج ساشي هنايا. وعندي هذا هو التغيير، هنايا عندي الغرس او عجينة التمر. هنايا عوضت المربى او المربى اللي يتحط في هذه الوصفه تاعنا، يعني التقليد، يعني تعتبر تقليديه، بساط الريح. كان اللي يقول له صبر رشاش. يعني التغيير اللي بدلته هنايا هو اننا نحط المربى فوق الطبقه الاولى. هنايا انا نحط عجينه التمر او الغرس، هذا هو الاختلاف. نبدلو شويه ونجربو يعني ونشوفو، يعني الانسان يجرب ويشوف، يعني هي تجي وصفه مليحه وبنينه، يعني مختلفه شويه ومليحه. هنايا تاني عندي الفرينه، يعني هادشي معروف الفرينه باش نلمو العجينه تاعنا. هذه هي المكونات. دوكا ندوزو طريقه التحضير. هنايا نبداو في طريقه التحضير. اول حاجه نحطو البيض تاعنا، يعني هذا الحلوه هذه سهله، سريعه واقتصاديه. نحط كاس السكر تاعي، هنايا نزيد الزيت، يعني اللي يحب يدير كميه مش بزاف كما انايا هكذا يقسم كلش يعني على زوج. السكر تاني اختياري، اللي يحبو حلو بزاف يزيد السكر، اللي ما يحبوش حلو يحط كاس ولا ينقص شويه من الكاس، يعني السكر اختياري، يعني كل واحد والذوق تاعو. هنايا بعد ما خلطتهم مش بزاف، يعني ما يحتاجوش يعني بزاف. نبدا نحط في الفرينه تاعي، يعني نحطو بشويه، ما لازمش تكون يابسه بزاف، ويعني تكون شويه طريه، على خاطر راح نحطوها في البلاطو تاعنا، يعني نطرحوها. يعني كل ما جات مش يابسه يعني تجي طريه، لا يعني ما تجينا طريه، يعني هذه الحلوه تاعنا تجينا طريه. نحط بشويه ونشوف، منساش نحط الخميره تاعي.
شويه فاني، هكذا. وما ننساش نحط معها النشا، كاس الا ربع نشا هكذا، ونخلطو بالعقل. حتى تلم لنا العجينه تاعنا، يعني القوام اللي رانا نحوسو عليه. يعني هذه الحلوى اللي حال ولادنا، الاطفال تاعنا، مع قهوه حليب الصباح ولا العشيه، يعني تجي زاكيه. هكذا نكمل حتى تلملي العجينه تاعي. هنايا العجينه كما راكم تشوفوا راني لميتها هكذا، ما تجيش يعني يابسه بزاف، تجي شويه طريه. دوك نجيب البلاطو تاعي، كنت دهنته بزاف شويه زيت، ونحطها في البلاطو تاعي. ما نحطش الكميه كامل، يعني انا عندي كميه كبيره. يحب يعني يجيه السمك خشين يحط بزاف، اسمها الكميه كبيره ويطرحها، واللي يحبها رقيقه يعني يحط شويه ويرققها، يعني السمك نتوما كيف حبيتو. هكذا هنايا راني طرحت العجينه تاعي في البلاطو كامل كما راكم تشوفوا هكذا. دوكا نوليو الطبقه الثانيه، واللي هي كما قلت لكم طبقه من الغرس او عجينه التمر. هنايا الغرس تاعك تنقيها مليح، ومن بعد زيدي لها الماء حتى تولي طريه، يعني كون تحطيها كما راها ما تحطيلهاش الماء كما نعرفوا راح تيبسلك في الطياب. كي تيبسلك في الطياب هذه الحلوه تاعك، اي حلوه مام في المقرض كون ديريها ما تزيديلهاش الماء وتخليها يابسه، كي تاكلي الحبه تاع المقرض الغرس تبقى حكمه راح يعني كيف نقولوا الدقيق يطيح والغرس تبقى يابسه. ولهذا لازمنا نجريوها بالماء، يعني مش جاريه خلاص وماشي يابسه، ما لازمهاش تكون يابسه. وهنا تقدري تنكهيها بشويه قرفه وشويه طيب اللي هو القرنفل، اللي يحب ينكهها يزيد لها شويه قرفه، ولا في زوج القرنفل والقرفه مع بعض. هنا التنكيه تاعها كما تحبي انتيا. هنايا هكذا شوفوا معايا مليح ان شاء الله تكون يعني تبان في الكاميرا هكذا. ونديرها طبقه ثانيه، نحاولوا كيفاش السمك يعني يجي ثقل. هكذا انايا نكمل نحط الطبقه الثانيه تاع الغرس كامل ونرجع لكم. هنايا راني غطيت الوجه، يعني الوجه اللي من تحت الوجه اللي من تحت بالغرس
يعني غطيتها كامل كما راكم تشوفوا. دوكا ندوزو الطريقه الاخيره واللي هي جبت شويه عجينه، لازمنا نديروها شويه يابسه باش كي نحكوها في هذه تاع اللي نحكو فيها الثوم ولا البصله. هذه باكي نحكوها تهبطلنا، يعني تهبطلنا بسهوله ما تعذبناش. نزيدو لها شويه هكذا فرينه ونغطيو بها الوجه تاع الغرس تاعنا. هكذا راني خلطت الفرينه اللي زدتها انايا. العجينه راهي يبست لي. دوكا نبداو في اخر مرحله اللي هي هكذا. ان شاء الله تكونوا يعني تبان. يعني نملاو الوجه تاعها كامل العجينه مبروشه هكذا. ان شاء الله تكون يعني تبان الكاميرا. حاولوا كيفاش نغطيوها هكذا، كنغطيو الوجه كامل. انا نكمل ما نديرش الكميه كامل اللي عندي، نغطي الوجه هذا ونرجع لكم. بعد ما برشت العجينه فوق الغرس، هذه هي هكذا تجي يعني بساط الريح معروف هكذا. والفرن الفرن تاعي راهو يسخن درجه الحراره 200. نحطو يطيب ونشوفو الوصفه تاعنا بعد ما طيب باذن الله. بساط الريح تاعي راهو طاب. واللي كان بساط الريح بالتمر ها وليك يعني الشكل تاعو النهائي. يعني كل واحد يقصو كما يحب، انا قصيته مربعات. ان شاء الله يعني تجربوها وتعجبكم كتغيير يعني. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم. ولا كان عجبتكم ما عليكم غير تولي جيم لا فيديو، واللي ما اشتركش في قناتي نتمنى انه يشارك في قناتي، وهذا بالضغط على المربع الاحمر المكتوب صابوني او اشتراك. وكي يعني عند الضغط على المربع الاحمر يخرج لكم جرس صغير، زيدوا تضغطوا عليه بيوصلكم اي اشعار يعني اللي وصلكم فيديو من فيديوهاتي. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم ونتلاقاو في وصفات جديده باذن الله. واخر كلامي سلام.